اهلا بحضراتكم معانا في الحياه اليوم. النهارده طبيعي هنتابع مع حضراتكم عدد من المتابعات الاخباريه اللي علينا ان احنا نتعرف على تطوراتها في الايام الاولى مع رئيس الجمهوريه الجديد، والساعات او الايام اللي بتفصل ما بيننا وما بين شكل الحكومه المتوقع. النهارده كمان هيبقى عندنا موضوع مهم لاننا هنتكلم مع اهالي وشهود واطراف مرتبطين بشكل مباشر بما حدث في السويس، الشاب اللي قتل في السويس وايضا الاثنين الموسيقيين اللي قتلوا في الشرقيه. هنحاول نعرف اجابات على علامات استفهام محدده، نعرف الظروف اللي حصلت، نعرف بالظبط ايه التفاصيل الخاصه بالجريمتين في المحافظتين بدون ما يكون عندنا احنا قدره على ادانه طرف دون اخر. على الاقل احنا كمجتمع نفهم ما حدث بانتظار انه السلطات المختصه في هذا الامر هي اللي تخرج وتقول ايه اللي حصل بالظبط وتشير بمعلومات محدده وسط كم كبير قوي من الضبابيه اللي احنا عايشين معاها في خصوص هذه الاحداث. نبدأ مع حضراتكم أولا فيما يتعلق زي ما قلنا بالأيام اللي بتسبق شكل الحكومة الجديدة المنتظرة في مصر. نقدر نقول لحضراتكم أنه النفي هو سيد الموقف. نفى الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية النهاردة ما يتعلق بأنه تشكيل الحكومة سيستغرق أو هياخد وقت يمتد لأسبوعين. نفى أيضا النهاردة أنه تم الاتصال بأسماء بعينها أو التعامل مع أسماء بعينها بخصوص منصب رئيس الحكومة، وطبعا كانت هذه الأسماء اللي بدأت تتردد من اليوم الأول لتولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية. كان الأسماء اللي بتتردد سواء كنا بنتكلم عن الدكتور البرادعي، سواء كنا بنتكلم عن الأستاذ الكبير الدكتور حسام عيسى، وأيضا الدكتور حازم الببلاوي. نفى انه تم الاتصال بيهم. اتصلنا بالدكتور حازم الببلاوي وهو ايضا على جانبه نفى انه يكون تم الاتصال به فيما يتعلق بعرض لتولي رئاسة الحكومة. الدكتور حازم الببلاوي كان موجود معانا في الحياة اليوم من حوالي 10 ايام او 15 يوم، ولما سألته بشكل مباشر اذا كان عنده استعداد للتعامل مع هذا المنصب او ان يتولى منصب مع الرئيس محمد مرسي، كانت اجابته ايضا يعني غير قاطعة سواء بالرفض أو بالقبول، وفهمنا منه أنه هناك شروط أو هناك متطلبات معينة كي يستطيع أن يقول نعم أو يحدد موقف إيجابي تجاه هذا الموضوع. احنا معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ منصور كامل مندوب صحيفة المصري اليوم في مجلس الوزراء. برحب بحضرتك معانا يا أستاذ منصور. اهلا، تحياتي ليك يا استاذ شريف والاستاذ لبنى. اهلا بحضرتك. لبنى اجازه هترجع ان شاء الله بعد بكره وهوصل لها السلام اكيد ان شاء الله. ان شاء الله هوصل لها السلام اكيد. استاذ منصور، يعني النفي النهارده كان سيد الموقف لكل التردد على مدى ال 48 ساعه اللي فاتوا. هل ده معناه انه ما زال حتى هذه اللحظه في كتمان شديد فيما يتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومه واسم رئيس الوزراء؟ انا بس ليا تعليق على تصريح الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسه اللي قال انه بينفي فيه انه تشكيل الحكومه هياخد اسبوعين. هو المقصود بتشكيل الحكومه هياخد اسبوعين ليس اعلان عن اسم رئيس الوزراء. يعني احنا كنا بنتكلم عن هذا الاسبوع والاسبوع الحالي ستستمر عمليات مفاوضات تشكيل الحكومه الى ان تنتهي تماما ويؤدون حلف اليمين، وكده تكون الحكومه بدات تمارس مهامها فعليا. قبل ده اللي تعتبر الحكومه الدكتور كمال الجنزوري هي حكومه مستمره في مهامها، وبالتالي الدكتور ياسر علي لما بيخرج بتصريح او بينفيه ما بيكونش يعني لا يحدد المقصود بالتصريح ويوضح تماما ماذا يقصد بتصريحاته. ده التعليق الاول. الحاجه الثانيه انه احنا عرفنا النهارده من مصادرنا في الحريه والعداله ومصادر مقربه من الدكتور مرسي انه الاسماء التي مرشحه لهذا المنصب تدور حول 3 اسماء، هي الدكتور البرادعي والدكتور حسام عيسى والدكتور حازم الببلاوي. لا ده حقيقه، ولكن فعليا هم لم يقوموا بالاتصال باي شخصيه حتى الان. يعني ما زالت عمليه اسناد الحكومه الى شخص من هؤلاء الاشخاص او غيرهم هي مناقشات داخليه تتم بين بس كده مره ثانيه افهم حضرتك كده انه رجع مره ثانيه الدكتور محمد البرادعي اسمه يتردد في هذا السياق، لانه كان باكثر من مره تم نفي هذا الموضوع.
هو انا عايز اعود بحضرتك لتصريح طلع امبارح عن حمله الدكتور البرادعي، وقالوا فيه انه نفوا فيه انه هو الدكتور البرادعي يكون اصدر اي تصريحات بيرفض فيها قبول اي منصب وزاري، ولعل التصريح ده ليه دلاله، لان هم في الاول كانوا بيتكلموا عن ان الدكتور البرادعي لم يتلقى اي مفاوضات او لم يتلقى اي اتصالات بشان هذا المنصب. وانا عايز اكد لحضرتك هم فعلا الحريه والعداله او حمله او الفريق المعاون للرئيس محمد مرسي لم يقوموا بالاتصال باي شخص حتى الان، ولكن هذه الاسماء تتردد فيما بينهم داخليا الى ان يتم الاستقرار على شخص معين من الاشخاص التي سبق طرحها وسيتم بدء التفاوض معه. يعني الحكومه دي كمان عايز اقول لحضرتك انها فيها شيء غريب لم نشهده من قبل. غالبا ما يتم يعني الاعلان عن اسم رئيس الوزراء وبعد ذلك نستغرق في تفاصيل الاسماء الوزاريه المرشحه لكل منصب من المناصب. المره دي احنا بنتكلم على العكس، بنسمع عن الاسماء المرشحه للمناصب الوزاريه اما نعرف اسم رئيس الوزراء. والحقيقه احنا عرفنا برضه ان هناك مأزق كبير بيواجه الدكتور مرسي في اختيار رئيس الحكومه، لانه رئيس الحكومه المره دي هو هيحدد الى حد ملامح الحكومه، بمعنى انه لو جاء الدكتور البرادعي ملامح الحكومه هتختلف عن لو جاء يعني هتبقى مرتبطه بشكل عملي وفعلي باسم رئيس الوزراء، باسم رئيس الحكومه، لان شخصيه رئيس الحكومه وكاريزمته وخبراته هتختلف من شخص لاخر، لان الحكومه هذه المره لن تكون حكومه حزب، لن تكون حكومه حزب الحريه والعداله او كما عهدناها في الاوقات السابقه حكومه الحزب الوطني. فبالتالي يعني كل الامور متوقفه على من سيتولى رئاسه الحكومه. كمان هناك مأزق ما زال لم يتم يعني التوصل الى حل كبير ليه، اللي هو نسب الاحزاب الممثله. هناك احزاب ساندة الحريه والعداله على راسها النور بتطالب بوزارات معينه وبتطالب بان يكون لها تمثيل معين في هذه الوزاره الجديده. لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي حول هذا الموضوع، ورغم برضه انا عايز اقول لحضرتك رغم نفي الحريه والعداله ورغم نفي الفريق الرئاسي للدكتور محمد مرسي بأن الوزارات السيادية سوف تكون مهمتهم، إلى أن بأكد لحضرتك وفق المعلومات اللي وصلت لنا أن وزارة الداخلية والإعلام والخارجية بالإضافة للدفاع لن يتم الاستقرار على أي أشخاص يتولوا مناصب هذه الوزارات. هو أساسا تم الاستقرار على مسألة بقاء وزارة إعلام من عدمه؟ هو الدكتور مرسي كان يتكلم في اللقاء الصحفي اللي جمع مع عدد من الصحفيين قبل عدة أيام بأن هذه الوزارة سوف تلغى وسوف يتم تشكيل مجلس أمناء يتولى وزارة الإعلام، وده كان الطرح ده كان قيل أيام الدكتور شرف عصام شرف، وممكن في بدايه تشكيل الحكومه فضلت وزاره الاعلام لفتره ما لهاش وزير، وبعد كده لقوا انه هذا الطرح غير مناسب وانه لابد من ان يكون هناك وزير يقود عمليه التحول ما بين وجود وزاره للاعلام ومجلس امناء يتولى اداره هذه الوزاره خلال الفتره اللي جايه. عايز اقول لحضرتك برضو انه مازق تشكيل الحكومه يعني بدا يدخل في مازق. لماذا؟ لان الحريه والعداله او الفريق الرئاسي او الدكتور محمد مرسي الى الان يعني كل يوم بيخرجوا تصريح قريبا سوف يتم الانتهاء من تشكيل الحكومه، والى الان لم يتم الاعلان حتى عن اسم رئيس الوزراء ولم يتم الاتصال باي شخص. فكيف يعني بالدكتور ياسر علي يقول ان احنا العمليه لن تستغرق كثيرا وينفي ان تكون يعني تشكيل الحكومه سيستغرق اسبوعين، وحتى هذه اللحظه لم نعرف من هو اسم رئيس الحكومه. حتى المشاورات التي تمت هي مشاورات داخليه ولم يتم الاتصال باي شخصيه من الشخصيات السابق ذكرها. الانتظار سيد الموقف. الاستاذ منصور كامل بشكرك شكرا جزيلا، الصحفي بصحيفه المصري اليوم، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا. ده في الوقت اللي رئاسة الجمهورية فيه تحت الحصار من عدد كبير من المتظاهرين والراغبين في إما مقابلة مباشرة مع الرئيس محمد مرسي أو توصيل طلب أو التماس أو رغبة في التعبير عن احتياج ملح. ده على كل المستويات في الحقيقة، لأنه النهاردة خارج أسوار رئاسة الجمهورية كانت التجمعات والمظاهرات والمطالبات مستمرة، منها زي ما قلت لحضراتكم ما يرتبط بقضايا اجتماعية وملفات اجتماعية وملفات اقتصادية، ومنها أيضا ما يرتبط وما زال مرتبط بملف المعتقلين في السجون المختلفة، واللي بتتم حتى هذه اللحظة محاولة الوجود باستمرار أمام مقر الرئاسة للضغط من أجل تحديد موعد للإفراج عن وتحديد موقف أيضا من كل هؤلاء المعتقلين، وده بيقوم به عدد من القوى السياسية. داخل أسوار مقر رئاسة الجمهورية كان في لقاء النهاردة أو اجتماع تم ما بين رئيس الجمهورية ورؤساء أحياء القاهرة الكبرى. كانت المناقشة بشكل أساسي للتعامل مع المشكلات الملحة اليومية وهم اللي كان أعلن عنهم
الرئيس محمد مرسي عندما كان مرشحا، وهو ما يتعلق بالمرور، البطالة، الأمن والنظافة والعيش، باعتبارهم ضمن القضايا الخمسة اللي احنا اتكلمنا مع حضراتكم عنهم، واللي كان تعرض ليهم الرئيس كأولويات لبرنامجه في ال100 يوم الأولى. على الجانب الآخر الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن الاجتماع اللي عقد وحضره رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحياء تناول المشكلات المختلفة الخاصة بالمواطنين على مستوى الأحياء، وطالب رؤساء الأحياء بسرعة حل هذه المشكلات. وده طبعا اجتماع يعني هو الاجتماع الثالث. الاجتماع الأول كان مع الوزراء مع الحكومة، الاجتماع الثاني كان مع المحافظين مجلس المحافظين، والنهاردة كان اجتماع على مستوى رؤساء أحياء القاهرة الكبرى. اجتماع آخر حصل النهاردة مع الرئيس محمد مرسي. الاجتماع ده كان اجتماع ثنائي حضره الطرف الآخر كان الدكتور أحمد زويل، وده في مقر رئاسة الجمهورية أيضا. في مصادر داخل مؤسسة الرئاسة قالت إن الرئيس طالب الدكتور زويل بالمساهمة علميا وبحثيا في خدمة مصر بالشكل اللي هو يراه أو يحدده في موقع المسؤولية أو كمتطوع، الاثنين. طبعا من اللافت أنه بعد خروج الدكتور أحمد زويل من هذا الاجتماع لم ينفي أو يؤكد مسألة موقع المسؤولية دي، لم ينفي أو يؤكد إذا ما كان سيتولى منصب ما أو موقع ما في إطار رسمي. بعيدا عن الاجتماعات، الموضوع اللي أثار الجدل بشكل كبير جدا من يوم المؤتمر أو الاجتماع اللي حصل في جامعة القاهرة هو ما يتعلق بالموقف اللي تعرض ليه علماء الأزهر والدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر في بخصوص ما حدث من عدم توفر أماكن محددة لائقة بالأزهر وبعلمائه وبالدكتور أحمد الطيب لحضور هذا التجمع النهاردة. وبعد ما كان صدر نفي امبارح من مشيخة الأزهر بوجود أي اتصال ما بين الرئاسة والأزهر، النهاردة بالفعل تم اتصال تليفوني تلقاه الإمام الأكبر من رئيس الجمهورية بيبدي خلاله تقديره واعتزازه بالأزهر وشيخه وهيئة كبار علماء الأزهر. ومشيخة الأزهر أصدرت بيان أكدت هذه المكالمة وقالت أنه الرئيس محمد مرسي أشاد خلال هذا الاتصال بالدور المتميز للأزهر الشريف. وزير الزراعة سواء كان هو نفس الشخص أو سيتغير في الحكومة المقبلة، النهارده كان في حديث ولقاء مع الرئيس محمد مرسي، لأنه كلف المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة بوضع آليات تحافظ على الرقعة الزراعية والحد من التعديات اللي حصلت عليها. التعديات دي وصلت خلال السنة ونص اللي فاتوا ل 436 ألف تعدي من يوم 25 يناير وحتى هذه اللحظة. وزير الزراعة قال إنه هذه الآليات هيبقى من ضمنها تشكيل لجان فنية مختلفة تقوم بدور وبمساعدة أجهزة حماية الأراضي علشان تعمل نوع من الرقابة وأعمال حصر شامل للتعديات اللي حصلت على الرقعة الزراعية.